الحلقة رقم 37 من بسمة عمل. أنا عارف كل حاجة. في كل شركة هتلاقي الموظف اللي على لسان حاله بيقول أنا عارف كل حاجة، أنا هنا من زمان، أنا اللي بفهم، أنا عارف كل اللي بيحصل. أحكي لك بقى على سامي كان شغال في قسم الأوبريشن من 8 سنين، عارف النظام زي كف إيده ويعرف يتعامل مع المشاكل أسرع من أي حد. لكن لما الشركة قررت تدخل نظام جديد لتسهيل الشغل، سامي كان أول واحد يعترض. ده كلام فاضي، احنا كده كويسين، انا فاهم الدنيا، انا مش عارف هم عايزين يصرفوا فلوس وخلاص، ما الدنيا ماشيه وكويسه، ليه بنلعب فيه؟ المشكله بقى يا عم سامي ان الزمن ماشي والشركه ماشيه، واللي بيرفض يتعلم بيتاخر حتى لو مكانه ثابت. حتى كمان مره جت فرصه تدريب على برنامج جديد، الفريق كله سجل بس سامي كان رافض. قال ايه بقى؟ هتضيعوا وقتكم، انا متاكد ان النظام الجديد مش هينجح، احنا شغالين. بعد 6 شهور النظام الجديد بقى أساس الشغل، والفريق كله بقى بيعرف يشتغل عليه إلا مين؟ بالظبط كده، إلا سامي. النتيجة بدأ يحتاج مساعدة في حاجات بسيطة، ومستواه قدام الإدارة بقى أضعف، مش سامي بتاع زمان. وفي أول تقييم مديره قال له إيه؟ خلي بالك، اللي كنت بتتفوق بيه زمان دلوقتي بقى نقطة ضعفك. ورسالتي ليك النهاردة لسامي أو لغيره، العالم بيتغير، والمهارة اللي مش بتطورها بتتحول لوزن بيشدك لتحت. لو فاهم شغلك 100%، افتح باب تتعلم حاجة جديدة. اسأل نفسك ايه المهارة اللي لو اكتسبتها تخليك تسبق اللي حواليك. افتكر، الخبرة مهمة بس القابلية للتعلم أهم. اللي بيقف مكانه عشان شايف نفسه عارف كل حاجة هيكتشف متأخر إنه كان واقف في الطابور الأخير. سؤال ليك النهاردة، إيه آخر مرة اتعلمت حاجة جديدة في شغلك بإرادتك مش غصب عنك؟ أشوفكم في بسمة عمل جديدة.